لو نفسك تعملي فراخ شوايه تكون كده متحمره من جميع الجهات وعامله زي اللي بنجيبها من عند الكبابجي، مفيش غير حل واحد. حطيها كده على البرطمان الازاز وشويها، هتاكلي احلى فراخ مشويه. خاصه كده انا مش عايزه اقف كتير في المطبخ والجو حر، فعملت لهم النهارده كبسه فراخ في الفرن مفيش اجمل منها. يا نهار ابيض على الجمال، يا نهار ابيض على الريحه، هتاكلي ألذ فراخ مشويه. ما تخافيش، البرطمان عمره ما هيفرقع وعلى ضمانتي. قبل ما نبتدي ما تنسيش تشجعيني باجمل لايك منك، كمان شاركي الفيديو لو عجبك مع اصحابك. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله. ومعانا بقى الفرخه بتاعتنا كده. انتوا عارفين الفراخ اللي بتتشوي في الفرن ما ينفعش يكون وزنها كبير قوي، بس انا ما بيهمنيش الصراحه، بشوي كل الاوزان. الفرخه اللي معايا دي كانت وسط، كانت حوالي كيلو 700 جرام، ومغسوله طبعا ومتنضفه زي الفل. وعشان بقى ما اقعدش اعيط كده الصراحه مكسله اطلع الكبه افرم اي حاجه، فحطيت شويه خل على البصله كده وانا ببشره بالمبشره. الخل ما بيخليكيش تعيطي ولا بينزل دموعك. جربي وهتشوفي. يعني بشوري الكميه اللي انت عايزاها من البصل، بس رشي كده شويه من الخل على البصل وعلى المبشره. دلوقتي بقى بشرت كمان طماطمتين صغيرين، وهبتدي اعمل ابسط والذ تتبيله للفراخ المشوي، اللي هو بشر بصل، بشر طماطم، فلفل اسود، رشه من السبع بهارات او بهارات الفراخ اللي عندك، عصره من الليمون، وكمان هحط معلقتين كبار من السمنه ومعلقه كبيره من الملح. وهقلب بقى التتبيله البسيطه كده كويس، وادعك البصل كويس مع التوابل. يلا بقى نجيب الفرخه، وهبتدي بقى افرد التتبيله بين الجلد واللحم. احنا عايزين اللحم يمتص من التوابل الجميله اللي احنا حطيناها. توابل بسيطه لكنها فعلا بتدي طعم جميل، خاصه كده لو هتسيبي الفراخ في التتبيله شويه قبل ما تحطيها في الفرن، يعني ساعه ساعتين او حتى ليله كامله براحتك حسب وقتك. طبعا مش هننبه على خطوه محلول النقع. الفراخ لازم طبعا يتحط لها محلول نقع، اللي هو دقيق وملح وجنزبيل وليمون، تتنقع فيه شويه قبل ما تتبليها، بيفرق جدا في طعم الفراخ المشويه. جبت بقى كده طماطمتين صغيرين وهبتدي اقطعهم لقطع صغيره. تقدري بقى تضربي الطماطم دي في الخلاط او في الكبه براحتك، زي ما قلت لك انا مكسله اطلع اي حاجه فقطعتها كده لقطع صغيره بتبقى حلوه. كمان جبت بطاطسايه كده قطعتها شرايح تخينه، بصلتين برضو قطعتهم لشرايح عريضه، ومعايا كمان بصل مبشور وهقول لك هعمل بيه دلوقتي. جبت بقى الطاجن كده مسحه حلوه من السمنه، وهرص بقى كميه حلوه من البصل تحت، لان الطاجن ده هيخش الفرن ومش عايزه اي حاجه تتلسع. البصل ده لازم كده تحطيه، عشان هو زي ما بقولك حمايه للرز اللي انا هحطه، مش عايزينه يتحرق ولا يلزق ولا يشيط ولا اي حاجه. وفوقه على طول حطيت شرايح البطاطس، هيبقى طعمها تحفه في الكبسه. جبت بقى برطمان ازاز، اي برطمان ازاز عندك، واملي ربعه كده ميه وحطيه في نص الطاجن. بكرر، لازم برطمان ازاز، حتى لو برطمان قصير هينفع، بس لازم يكون ازاز. وعلى فكره ينفع ازازه بيبسي صغيره، اي ازازه صغيره عندك برضو هتنفع. للناس اللي ما عندهاش الحامل الستاند بتاع الفراخ المشويه، هتبقى الفكره دي كويسه. يلا بقى نعمل ألذ رز كبسه. حطيت سمنه على زيت، شويه قرنفل، عود من القرفه الخشب، واحده لومي، ورق لورا، مكعب مرق دجاج، وده اختياري، رشه حلوه كده من الحبهان البودر. اما بحطه صحيح كده بيقرمش وبيمرر فبحطه بودر. نزلت بقى كده بمعلقه كبيره من البصل، وهاتيه تشويح. انك تشوحي التوابل قبل ما تحطي البصل بيدي ريحه تحفه للكبسه. نزلت بقى على طول بقطعه طماطم او طماطم مضروبه زي ما اتفقنا اللي انت عايزاه، وهنزل بقى بقرن فلفل كده، ويلا نحط معلقه صغيره من الثوم المفروم. دلوقتي بقى الرز البسمتي بتاعي، على فكره انا غسلاه بس مش نقعاه خالص، اوعي تنقعيه لو هتحطيه في الفرن. نزلت بيه وهنزل عليه على طول بقى بايه يا جماعه؟ بكيس من بهارات الكبسه او بهارات البرياني. ده بيدي طعم تحفه وده بيدي طعم تحفه. التوابل دي بتديكي نفس نكهه الكبسه السعودي بالظبط، هتلاقيها عند اي عطار. دلوقتي بقى هنزل بمعلقه من صلصه الطماطم، ومش هكتر، هما تقلبتين وخلاص على كده. انا مش عايزه الرز يستوي، انا عايزاه يسخن بس. وهحطه بقى كده حوالين البرطمان الازاز وفوق البطاطس على طول. عايزه اقول لك شويه البطاطس كان طعمهم عسل، شويه الرز كانوا عسلين. ولو خدتي بالك انا ما حطيتش ملح خالص، لان التوابل، كيس التوابل ده بيكون من ضمن مكوناته ملح، فما بتحتاجيش تزودي اي ملح خالص. لو حطيتي ملح هيكون كده الرز مالح معاكي. كمان ما حطيتش ملح للبطاطس، هو شرب من حدوقيه الرز. التوابل الجاهزه دي بيبقى فيها الملح. زي ما شايفه بقى جبت الفرخه بتاعتنا بعد ما قعدت في التلاجة كده ساعتين، وثبتها فوق البرطمان. بصي بقى، حسب البرطمان اللي هتستخدميه هيبقى العلو في الفرن. يعني لو برطمان صغير هيدخل معاكي الفرخه بسهوله، لو برطمان كبير ممكن الفرخه تلاقيها كده ضربت في حاجز الفرن. وهوريك انا هعمل دلوقتي. جبت بقى كده شويه ميه مغليه من الكاتل، ولاحظي كميه الميه اللي انا هسقيها للرز، يا دوب الميه هتكون تحت مستوى الرز. ليه؟ الفراخ هتطول، وده رز بسمتي. الفرخه عشان تشوي محتاجه ساعه ونص، فالرز ده هيقعد فتره كبيره، وهغطيه كويس كده بورق الفويل هيعرق.
فعشان كده ما تحطيش ميه كتير، يا دوبك كده كوبايه ميه تحت مستوى الرز هتحطي ميه او شوربه. والناس اللي هتقلق وتقول لي انت مغطيه ورق الفويل بالرز، هقول لك الرز مش طايل ورق الفويل، عايزه تحطي ورق زبده قبل الفويل براحتك. تعالي بقى كده شوفي انا ما دخلت الفرخه الفرن، طبعا الارتفاع كبير قوي والفرخه ضاربه في الشوايه من فوق، فنزلت شبكه الفرن للارضيه، يعني ما حطيتش الشبكه على المجرى عشان ايه الفرخه تخش الفرن. لكن لو انت مستخدمه برطمان صغير هتخش معاكي الفرن عادي، تميليها كده بقى وتوقفيها وسط الطاجن. يلا دلوقتي بقى بعمل ألذ سلطه الدقوس، بتليق جدا طبعا مع الكبسه، اساسيه كده. 4 5 حبات طماطم، على قرن فلفل رومي حامي بارد اللي عندك، على معلقه صغيره من الثوم، على شويه من الكزبره الخضراء، واديتها عصير ليمون، وفرمتها بقى في الكبه فرم خشن، ما تضربيهاش جامد. وهبتدي بقى احط الكمون والكزبره، نص معلقه من كل حاجه كده، شويه فلفل اسود، معلقه ملح، شويه صغيرين من الزيت العادي او زيت الزيتون اللي عندك، وكده جهزت معايا احلى دقوس. طلعت بقى الطاجن من الفرن والفراخ خطيره وجباره تحفه. بصي ورقه الزبده دي بحطها فوق وش الفراخ كده وهي في الفرن عشان ايه ما تسودش من فوق عن بقيه جسمها. وبعد كده بقى بشيلها، والرز اللهم بارك مظبوط وسواه 100 100. ما تخافيش خالص، احنا ما سقناهوش كميه كبيره من الشوربه فمش هيعجن معاكي، ده زائد ان الفرخه مش كبيره قوي فهتاخد معاكي نفس سوى الرز بالظبط. الرز اللي انا مستخدماه ده اسمه رز تايلاندي طويل الحبه، هتلاقيه بسعر مثلا 59 60 جنيه، وهو ده انضف نوع رز موجود. بصوا بقى ما شاء الله جمال الفراخ المشويه. طبعا انتوا اتعودتوا عليا دايما كده بعمل الفراخ المشويه بالمحشي، وعملنا الفراخ المشويه والمحشي بكذا طريقه، مش بطريقه البرطمانات والازايز بس. اللهم بارك الفيديو محقق على اليوتيوب 3 مليون مشاهده، برضو بنفس الطريقه كنا شاويين الفراخ ايه على الازايز. ما تخافيش ولا الازازه هتفرقع ولا اي حاجه. بصوا بقى جمال الرز البسمتي طبعا بيستحمل القعده في الفرن عن الرز المصري، والبصل اللي احنا حطيناه في القعر حمالي الرز والبطاطس انها تشيط او تتلسع. يعني البصل من تحت هتلاقيه كرمل، لكن ما شاء الله على البطاطس زي ما انت شايفه، والرز بتاعك زي الفل. كمان مغطيين الرز من فوق فمفيش حاجه نشفت مننا ولا اي حاجه. اللهم بارك على جمال بقى سلطه الدقوس، يعني اكله كده معتبره، يعني ما قعدتش معايا كده 20 دقيقه وكانت جاهزه. بصي بقى جمال الفرخه، ولا كانها فرخه شوايه جايه من عند كبابجي. بجد انك تحطي برطمانات زي ما اتفقنا، بس اهم حاجه تكون ازاز، برطمان كبير صغير ان شاء الله، حتى ازازه بيبسي فاضيه ازاز كله هينفع. هترصي فيها الفراخ كده وتوقفيها في الفرن، هتتشوي معاكي هوا وهتبقى لذيذه جدا. وركك بقى ايه على التتبيله الحلوه اللي هتعمليها، ولا البرطمان هيفرقع ولا الازازه هتفرقع. جمدي قلبك كده، بس تملي البرطمان او الازازه ربعهم بالميه وحطي الفراخ عليها. حبايب قلبي اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، ما تنسوش بقى تدعموني باجمل لايك، كمان اشتراك ومتابعه لوصفات ويوميات ريانه عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. بحبكم في الله. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.